قبل ما نحكي خد نفس عميق وحاول تتخيل إنك اتولدت، لكن بدون اسم، بدون أم تحضنك، بدون أب يشيلك، بدون حتى صورة تفتكر بيها إنك كنت موجود في يوم من الأيام. تخيل إنك أول ما فتحت عنيك على الدنيا لقيت نفسك ملقى في دار، زيك زي ملف مهمل على رف قديم، مفيش ذكرى ولا ضمة ولا أهلا بيك في الحياة، بس في صوت بيقولك أنت هنا لأنك ما كنتش مرغوب فيك. لو أول جملة من القصة دي لمستك فخليك معايا للآخر، وما تنساش تدعم القناة دي لو بتحب القصص اللي بتمس القلب وتكسر جدار الصمت. النهاردة هتحس، مش بس تسمع. كل الناس عارفين هما جم منين إلا هو. كل الناس عندهم صورة قديمة وهم لسه في حضن أمهم إلا هو. كل الناس سمعوا كلمة ابني أو حبيبي أو أنت دمي ولحمي إلا هو. هو كان رقم، حرف، ملف قديم في دار أيتام عفى عليه الزمن، مفهوش لا تاريخ ميلاد حقيقي ولا أهل ولا خلفية، بس في كلمة واحدة على الغلاف، مجهول النسب. كأنك بتقول للطفل ده أنت ما تنتميش لشيء، أنت ما تستحقش تكون. وهو صدق ده فترة لأنه ما كانش يعرف شيء غير الجدران والصمت والعقاب الجماعي، ونفسه اللي بتبكي في الظلمة وهو بيخنق صوته عشان الحارس ما يسمعهوش. كبر وهو بيتعلم إنه ما يطلبش، لأن الطلب يعني خيبة، لأن الطلب يعني سؤال وأنت مين، ولأنه مش لاقي إجابة قرر يسكت. لما باقي الأطفال كانوا بيتخانقوا على ألعاب بسيطة هو كان في الركن بيرسم على الحيط حلم، بيت، سرير دافي، صوت حد بينادي عليه باسمه، اسمه الحقيقي، مش الاسم اللي حطوله عشوائي في الملف. أيامه كلها كانت رمادية، ما فيهاش لا عيد ولا شمعة ولا هدية. كان بيتفرج من الشباك على أطفال الشارع وهم ماسكين إيدين أهلهم وبيضحكوا، ويسألوا نفسه كل مرة أنا عملت إيه عشان أتحرم من ده. في سن 10 سنين اتعرض للتنمر من الأطفال اللي زيه، لأن حتى وسط المنبوذين كان في منبوذ أكتر. كان نحيف، ما بيتكلمش، عيونه واسعة كأنها بتشوف أكتر من اللازم، وكان بيكتب جمل غريبة على الورق: لو محدش شايفني أنا هشوف نفسي، أنا يتيم بس مش ميت، الناس بتيجي من بطون أمهاتهم، أنا جيت من جدار وبنتني بإيدي. كانت الحروف دي علمه، ملجأه الوحيد. ولما الكل كان نايم كان يسهر يكتب لنفسه رسائل من المستقبل، رسائل بيقولوا فيها أنا فخور بيك، صبرك مش راح، أنت هتوصل. في سن ال15 انتهت فترة رعايته بالدار. ببساطة قالوا له الدار ما تقدرش تحتفظ بيك أكتر، روح شوف لك حياة. حياة؟ إيه هو ده؟ ما يعرفش يعني إيه حياة. يعرف الحيطان، العقاب، الصمت، الخوف، لكن حياة كان لازم يخترعها. خرج من الباب وهو شايل كيس بلاستيك فيه هدوم قديمة وكتاب ممزق وصورة مرسومة بإيده البيت صغير تحيطه أشجار. مفيش أهل، مفيش صديق، مفيش عنوان، بس في نار جواه مش عايزة تنطفي. أول ليلة له في الشارع نام جنب صندوق قمامة. البرد كان قاسي والكلاب الضالة كانت أقرب له من البشر. وفي وسط كل ده ضحك، ضحك ضحكة مرة وقال لو قدرت أعدي الليلة دي هعدي كل حاجة بعد كده. اشتغل في مطعم، ثم في ورشة، ثم في سوبر ماركت. كان بياخد أقل أجر، يتعرض للإهانة بس ما بيشتكيش، بيتعلم. كان يقرأ كتب وهو بيغسل الصحون، يسأل العمال اللي عندهم خبرة، يسجل ملاحظات في كراسة ممزقة. وكان كل يوم قبل ما ينام يكتب أنا مش منتهي، أنا مشروع إنسان بيبدأ يتخلق. سنة ورا سنة اتعلم برمجة لوحده من الكتب المجانية، دخل مسابقات على الإنترنت، خسر في الأول، سخروا منه، قالوا له أنت مين أصلا؟ دار أيتام؟ روح العب بعيد. بس هو كان بيضحك لأنه هو الوحيد اللي يعرف النار اللي جوه. جاله عرض شغل بسيط في شركة ناشئة، ما صدق، دخل بحماس وبدأ يطور نفسه. كان أول من يجي وآخر من يروح، وفي أقل من سنة بقى الأفضل في الفريق. المدير قال له أنت موهبة بس في حاجة فيك غير مفهومة، عندك غضب غريب. قال له ده مش غضب، ده جوع، أنا جعان إثبات، جعان احترام، جعان حياة. في يوم قرر يفتح مشروعه الخاص، جمع فلوس بشق الأنفس وما نامش شهور، وبنى تطبيق تقني ساعد آلاف الشباب المهمشين زيه. الناس بدأت تتكلم ده طالع من دار أيتام؟ مستحيل. بس هو كان ماشي وساكت لأنه عارف إنه مش محتاج يثبت شيء، الإنجاز بيتكلم لحاله. في حفل تكريمه الدولي لما اعتلى المسرح وقف قدام آلاف الكراسي
وابتسم لأول مرة ابتسامة الطفل مش رجعها الزمان، وقال: أنا مش بس ناجح، أنا ناجي. نجيت من الإهمال، من الجوع، من الجدران، من الفراغ، من خوفي من نفسي. كنت رقم في ملف، بقيت اسم في العالم، مش لأن الظروف ساعدتني، لكن لأنني ما استسلمتش. وهو نازل من على المسرح، في شاب صغير في الصف الأول بكى وقال له: أنا كمان يتيم، بس قصتك خلتني أحس إني أقدر أعيش. الناس تفكر إن أعظم انتصار هو الشهرة، الفلوس، المراكز، لكن الحقيقة أعظم انتصار هو إنك تخرج من أقصى الظروف وتفضل إنسان. ابن دار الأيتام ده كان ممكن يبقى مجرم، كان ممكن يبقى ضحية، لكن اختار يكون معجزة تمشي على الأرض، مش لأنه خارق، لكن لأنه حقيقي. والحقيقة لما تحارب تكسر المستحيل. وده كان ابن الظل، الولد اللي الدنيا حاولت تمحيه، بس هو قرر يكتب اسمه جواها، مش لأنه كان الأقوى ولا لأنه كان الأذكى، لكن لأنه كان الوحيد اللي قال: أنا مش نسخة مكررة، أنا بداية جديدة. لو وصلت معاه للآخر فاعرف إنك ما كنتش بتسمع قصة حد غريب، أنت كنت بتسمع حكاية فيك أو حوالين منك، أو يمكن لسه جواك مستنية تطلع للنور. ولو في صوت داخلك اتحرك، لو في دمعة حبستها أو تنهيدة خرجت غصب عنك، فده معناه إنك ما زلت حي، وإنك زي بطل قصتنا تقدر تبدأ من ولا حاجة. ولو القصص دي لمستك، ساعدها توصل للي محتاج يسمعها. اشترك في القناة وخلي الإحساس يوصل لحد تاني يمكن يكون دلوقتي نايم جنب صندوق وبيحلم بس يسمع